خلي الغلبان ياكل ويتبسط، انا شيماء خميس ودي حكايه على المشي. دي المقولة الشهيرة لصاروخ الكوميديا ابن الأصول عبد الفتاح القصري. القصري كان معروف إن راجل خير، وكان دايما بيذبح الأضاحي ويوزعها على المحتاجين مش بس في الأعياد. عشان كده ربنا سترها معاه في أواخر أيامه ووقف له ولاد الحلال وأولهم نجوى سالم. نجوى أصلا كانت جاية تلعب دور في مسرحية لإسماعيل ياسين والقصري والمليجي، واتفاجئت إن القصري بيقول لها نصيحة تكلمي على طول وما تخافيش من حد، كلنا على باب الله. ووقف جنبها لحد ما بقت نجمة كبيرة في المسرح وردت له الجميل في أواخر أيامه. الفترة دي كانت فترة صعبة عشان معظم الفنانين عاشوا زي الموظفين لما تأممت شركات السينما وحجزت الضرايب على معظم فلوسهم. المهم إن مجلة الكواكب نشرت إن مرات عبد الفتاح القصري أجبرته إنه يطلقها، واتجوزت من صبي البقال اللي كان شغال عنده 15 سنة. ومش بس كده، دي كمان أجبرته إنه يوقع شاهد على عقد الجواز وتقعد هي وجوزها في شقة القصري لحد ما الراجل فقد عقله. المفترية حبسته ومنعت عنه الأكل والشرب، وعاش مذلول في بيته يتسول من اللي رايح واللي جاي من شباك أوضته لحد ما اللي طليقته بتعمله فيه اتفضح. وجريدة الجمهورية نشرت في 24 يناير سنة 1964 صورة للقصر، فجريت ماري منيب ونجوى سالم عشان يزوروه، وخدوا معاهم الصحفي محمد دوارة. وطليقته ما دخلتهمش إلا بعد معاناة، وكانت الصدمة اللي موتتهم من العياط إن القصري معرفهمش عشان كان اتصاب بفقدان الذاكرة، فأخدوه بسرعة على مستشفى الدمرداش، وهناك عرفوا حقيقة مرضه إنه اتصاب بفقدان الذاكرة والهذيان نتيجة تصلب في الشرايين. وقضى القصري أسابيع في المستشفى عشان يخرج بعدها ويكمل مأساته، ويلاقي مصلحة التنظيم قفلت بيته وحطت عليه الشمع الأحمر عشان هيتزال، ويلاقي طليقته بايعة العفش وهربانة مع جوزها الجديد. وبكده القصري بقى في الشارع. ماري منيب ونجوى سالم عملوا حملة تبرع لإنقاذ القصري من التشرد، ونجوى سالم اتوسطت عند محافظ القاهرة عشان يخصص للقصري شقة من شقق المحافظة. ومش بس كده، نقابة الممثلين خصصت له إعانة شهرية 10 جنيه، ونشرت جريدة الجمهورية اسم كل فنان والمبلغ اللي اتبرع بيه، وكان من ضمنهم أبو بكر عزت وإبراهيم سعفان وعبد المنعم مدبولي اللي كانوا مع نجوى سالم في المسرح. ربنا يرحم الجميع. عاش عبد الفتاح القصري أيامه الأخيرة في الشقة دي مع أخته بهية، ويدوب أيام قليلة ويتوفى في 8 مارس سنة 1964. وباقي التبرعات اتصرفت على جنازته اللي ما حضرهاش الا عدد قليل من الفنانين، واخته بهية اللي توفت بعده. ربنا يرحم عبد الفتاح القصري اللي مات بعد حياة مليانة فن وضحك وقهر وحزن وظلم. معلش يا سعادة البيت، شد حيلك، كلنا لها المدة نعمة راحة. قال يا بخت من له ولا عليه.